الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد رفع الله من شأن العلم، فكل من أوتي علما وسخره لخدمة هذا الدين والتزم بهذا الدين فقد رفع الله شأنه وجعله في مرتبة عالية. ومن لم يسخر علمه لخدمة هذا الدين واستمر في لهوه وأتعابه ومتاعب الدنيا وشهواته فقد دخل ضمن قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلوم البحار لم تكن معلومة لدى البشر، وكانت كل الحضارات الإغريقية والرومانية والصينية والفارسية وغيرها لم يعلموا شيئا علميا يذكر، وإنما كانوا يعرفوا عن علوم البحار عبارة عن أساطير. فكانوا يعتقدون أن الأمواج ناتجة عن حوت أزرق كبير كلما تحرك كلما عمل موجة البحر. فكانوا يتقربون إلى هذه الآلهة التي اتخذوها آلهة، ويتقربون إليها ويدعوها ويحرسوها ويهدوا لها الهدايا. وكانوا يعتقدوا أن هناك حوتا ضخما يشفط الماء ويشرب الماء بكمية كبيرة ثم يلفظه دفعة أخرى فيعمل الدوامات البحرية التي هي عبارة عن الدوامات البحرية التي الآن هي عبارة عن تلاقي أمواج أو كتل هوائية في باطن أو في وسط البحر. حتى جاء العام 1873 فأرسلت الدولة العظمى بريطانيا أسطولها البحري الذي استمر 3 سنوات وزيادة في سفينة عملاقة اسمها تشالنجر، استمرت تدرس البحار والمحيطات. وبعد هذه الفترة الزمنية جمعوا من المعلومات عن علوم البحار أكثر من 25,000 صفحة، ما يقارب 50 مجلد، حتى توصلوا أن الكتل البحرية تختلف عن بعضها البعض، وأن هذا البحر يختلف عن البحر الآخر في الملوحة والكثافة والحرارة ونسبة ذوبان الأكسجين والأحياء البحرية. فاعتبروا هذا إنجازا علميا ضخما وأضافوه إلى رصيد البشرية، فكان أول مرجع عن علوم البحار. فجاءت البحرية الأمريكية ابتداء من 1942 ومشوا في السير حتى توصلوا إلى أن اكتشفوا الحاجز بين البحار، فوجدوا أن هناك حاجزا بحريا يفصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وحاجزا يفصل بين البحر العربي وبحر العرب أو في خليج عمان، وهكذا في أكثر من التقاء بحرين. فوجدوا أن هذا الحاجز يختلف في كتلته ومواصفاته عن البحر اليمين والبحر الشمال، وله صفات تختلف عن البحر الأبيض المتوسط وعن المحيط الأطلسي. وهذه المنطقة الوسط هي عبارة عن مزيج من الكتل من الصفات، لا تشابه البحر المتوسط ولا تشابه المحيط الأطلسي. فوصلوا في السير
حتى عام 1962 اكتشفوا دور هذا الحاجز البحري الذي هو عبارة عن المحافظة عن خصائص كل بحر، فلا يسمح لهذا البحر أن يبغي ويطغى على الخصائص الأخرى. لكن هذا الحاجز البحري إذا أرادت كتلة مائية من هذا البحر الأبيض المتوسط أن تمر إلى المحيط الأطلسي، فيجب أن تمر بهذا الحاجز البحري فتتخلى عن صفاتها التي هي صفات البحر الأبيض المتوسط، وتحمل صفات البرزخ الذي تختلف عن البحرين المالحين، ثم بعد ذلك تحمل تدريجيا صفات المحيط الأطلسي ثم تدخل فيه وتذوب فيه. هذه المعلومات حصل عليها العالم بعد أكثر من 100 سنة من الأبحاث العلمية الذي جمعوا فيها جهود العلماء البريطانيين والأمريكان والأوروبيين الآخرين، فعرفوا أن البحار مختلفة في صفاتها، وعرفوا أن هناك حواجز مائية بحرية بين هذين البحرين تختلف عن البحرين، وعرفوا أن عمل هذه الحواجز هي أن لا يطغى بحر على بحر، فكلما أراد بحر أن يدخل إلى البحر الآخر مر عن طريق هذا الحاجز البحري فتخلى عن خصائصه وحمل خصائص البرزخ، حتى إذا ما أراد أن يدخل إلى البحر المضيف حمل خصائص البحر المضيف. هذه هي العلوم تجمع وتؤرشف وتدرس في الجامعات وتلتقي فيها الحضارات وتنتقل فيها المعارف بين الدول. فقالوا أن أقدم مرجع بحري يدرس خصائص البحار هي إنتاج الأبحاث حق سفن تشالنجر البريطانية. لكننا نحن المسلمون عندنا في كتابنا القرآن الكريم، كتابنا المقدس الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن شيء من هذه الأسرار العلمية الدقيقة. فجاءت هذه الأسرار الدقيقة على لسان نبي أمي لم يكن يوجد مراكز أبحاث عنده، ولم يكن عنده طواقم بحرية ولا سفن عملاقة، ولم يكن يوجد لديه إحصاءات رقمية تؤرشف المعلومات. فمجموع ما ذكروه خلال 100 عام من أكثر من 50 مجلدا للبريطانيين فقط، وقل مثله للأمريكان، جاء مفصلا تفصيلا دقيقا لنا في آيتين من القرآن. قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان، مرج معناه خلط، وأوجد أن هناك بحرين متقابلين. مرج البحرين يلتقيان، لم ينفي عنهما الالتقاء، وإنما أنفى عنهم أن لا يطغى بحر على بحر، وإذا أراد في منطقة الالتقاء أن يدخل بأدب إلى البحر الآخر فيتخلى عن خصائصه ويحمل خصائص البحر المضيف. مرج البحرين يلتقيان، فأصل كلمة مرج اضطرب وخلط. البحرين مالحين، هنا البحرين مالحين. مرج البحرين لأنه إذا أطلقت كلمة البحر دلت على البحر المالح، وإذا قيدت دلت في اللغة العربية على ما قيدت به، فهنا أطلقت فدلت على بحرين مالحين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يسمح هذا البرزخ أن يطغى بحر على بحر، وإنما يسمح بالاختلاط لكن بأدب، بأن يتخلى عن خصائصه ويحمل الخصائص الأخرى ويدخل. فالحمد لله الذي بين لنا ذلك. وزاد أضاف إلينا أن هذول البحرين المختلفين يخرج من كل منهما اللؤلؤ
والمرجان. واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر المالح والبحار المالحة. واللؤلؤ والمرجان هي كبار اللؤلؤ وصغاره، يتسمى لؤلؤة ومرجان. أدركت الآن أن ما توصل إليه العالم في خلال 100 سنة، أي بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ب1300 عام، كيف استطاع أن يوجد لنا هذه المعلومة بآيتين من القرآن الكريم؟ فسبحانك يا الله، فسبحان القائل: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. والحمد لله الذي هدانا ووفقنا وجعلنا مسلمين من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نحرص في كل ليلة أن نقول إذا أوينا إلى فراشنا أن نقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي حفظنا وآوانا وجعلنا مسلمين حتى تصل إلينا هذه المعلومات التي تؤيد ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لنصحو في الفجر مصليا للفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا